اسف نتعرف عليك. عماد. تعمل ايه يا عماد النهارده؟ النهارده نازلين دعايه لحمله الشيخ حازم ابو اسماعيل ان شاء الله. هي المنطقه دي اسمها ايه يا عماد؟ المطريه. طب اشمعنى نازلين على المطريه تعملوا دعايه؟ لان دول اهالينا، دول اقرب مكان لينا. طب انت نازل توصل رساله للناس، عايز توصل لهم ايه؟ انا عايز اقول لكل الناس ان الشيخ حازم ابو اسماعيل هو الوحيد اللي قال شرع ربنا. يعني انا ادي صوتي للشيخ حازم ابو اسماعيل عشان كلمه واحده بس، ان الشيخ حازم المرشح الانتخابي الوحيد اللي قال نطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى. دلوقتي النهارده الناس بترشح حازم صلاح ابو اسماعيل وحضرتك متواجد وشايف معاك ورقه لتأييد حازم ابو اسماعيل، تقول لحازم ابو اسماعيل النهارده ايه؟ الف شكر، هو راجل محترم واحنا بننتخب. ما اعرفش اقول اكتر من كده. الله يكرمك. نتعرف على حضرتك؟ انا المهندس باسم عبد الفتاح. اهلا وسهلا بيك. النهارده انت شافت حمله حازم صلاح ابو اسماعيل والشعار على صدرك بيقول سنحيا كراما، اشمعنى ما حازم صلاح ابو اسماعيل يعني هتحيوا كراما يعني؟ يعني انا استخرت ربنا عز وجل قبل اي حاجه، بعد ما قريت برامج كتيره لقيت ان شاء الله الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل اقرب الناس الى الله، احسنهم بخير ولا زكي على الله، واقرب الناس الى الله عز وجل شرعا وتطبيقا ليه، فبالتالي انا لابد عليا وواجب عليا ان انا وكل مسلم ان ينتخب الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل. معنى كلام حضرتك ان انت بتخالف الناس اللي بتقول رئيس توافقي مع انهم تيارات اسلاميه. انا تماما ضد حاجه اسمها رئيس توافقي، لان يعني حضرتك دعايه لاي رئيس يكون بيداهن، ملوش بطانه، ملوش قاعده في المجتمع المصري. احنا كل فئه في المجتمع المصري لها حريه اطلاق الراي، ولكن الرئيس التوافقي ده بيجبر على الناس اللي مش عايزه.